السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة فيجوري بتنزل حاجات جميلة جدا. منزلة موتوسيكل هجين سكوتر وموتوسيكل. يعني ايه هجين؟ هتسمع مواصفاته جميلة جدا وسعره كويس، وفي تعديلات كمان لو اتعملت هيغزو السوق المصري بلا خلاف. اي حد هيشتريه سواء شخصي او مواصلات ليه او الكلام ده، لان هيبقى فيه تعديل كويس جدا. بس يا ريت يتسمع الكلام. يلا مع بعض نبدأ. ورجعنا تاني مع هجين فيجوري. يعني ايه؟ ما قلناش موتوسيكل وما قلناش سكوتر. اول حاجه لو خدت بالك هتلاقي ان انا جبت لك عمود الفتيس، والجنب التاني جايب لك المحرك وهو بيتقفل اهو، مفيش فيه سلك دبرياج. يعني برضو ما فهمتش. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الموضوع ان انا ما عنديش سلك دبرياج، يعني المفروض مفيش غيارات، يعني اوتوماتيك، يعني تزويد. صح كده؟ مفيش فصل ووصل الحركه اهو. لما نبص الناحيه التانيه نلاقي معايا عمود فتيس، قصية فتيس غيارات، يعني في معايا غيارات. والمحرك اصلا كام سي سي؟ 120 سي سي، وفيها اربعة غيار، اربع سرعات. اذا انا ما رضيتش اقول موتوسيكل وما رضيتش اقول سكوتر، ولكن هو جامع الاتنين مع بعض. يعني هو تزويد، مفيش دبرياج، وفي نفس الوقت بيديك خاصية او ميزة التحكم في السرعة بناء او من خلال عمود الفتيس او عصاية الفتيس او عصاية الغيارات. ليه؟ دي ميزة مهمة جدا، لان السكوتر انا كل ما بزود دايركت او لوحده او تلقائي السرعة بتزيد، فممكن من غير ما اشعر انا ايدي بتزيد او برمي ظهري لورا، فالسرعه بتزيد معايا تلقائي. لا، هنا انا متحكم في سرعه الغيار اللي انا شغال بيه. يعني انا عايز امشي صلانسيه، مهما كان ايدي ازود السرعه، يبقى هدي الاول، التاني، التالت، الرابع، الماكسيمم بتاع السرعه، خلاص انتهى الموضوع، انا عرفت السرعات بتاعتي. تمام. فصل الغيارات طبعا السرعات كلها لتحت، فصل الغيارات لفوق. الموتوسيكل بيستم واحد، وعلى فكره ضغط عالي، يعني الكبس بتاعه كويس جدا. 9.3 من 10 على واحد، يعني بنزين 92 ده افضل حاجه ليه. 80 هيمشي معاك وهيبقى تمام، مفيش فيها مشكله، لكن ده الافضل. بيستم واحد، اتنين صباب. الموتوسيكل صوته كويس وناعم وابن ناس وكويس. تمام، مفيش ذبذبه، مفيش اهتزاز. منافله. تمام. عندي الموتوسيكل وزنه 92 كيلو، يعني هتلاقيه خفيف معاك وطلقه وريشه على الطريق. ليه؟ الوزن مع الحجم نفسه صغير، انسيابي على الطريق. الوزن القائم عليه 150 كيلو. طيب ال الابعاد بتاعته: طول كامل 190 سنتي، العرض 67 سنتي، الارتفاع 111 سنتي. تمام. طيب ابعاده كويسه جدا. جنوط ورا وقدام مقاس 17، يبقى عندي برضو هتلاقي الكاوتش تمام. الجنوط سلك امتصاص للصدمات. الكلام ده ينفع تيوبلس، ينفع تعمل تيوبلس. طبعا شبكه جانبيه يمين وشمال، اتنين مساعد امامي واتنين مساعد خلفي، قوي ومتين ويتحمل معاك. فالسكوتر ده حاجه كويسه، او الموتوسيكل ده حاجه كويسه جدا. هو هجين، يعني برضو عشان ايه انا قلت ليه. الانوار والاضاءات كل حاجه طبيعيه، ومش هنطول في الموضوع، وهننزل وهنركب السكوتر ونشوف القياده بتاعته. هنلاقيه مريح وجميل، بس محتاج تعديل طبعا. قبل ما اقول عليه، احنا هنقلل السي سي بتاعه عموما. تمام. ليه؟ حاجه لو توافق عليها هنقول الموضوع ده بعد كده ان شاء الله. ده كده الشفاط، عشان طبعا احنا عارفين الكربراتير تحت الفبر، فمش هينفع انزل تحت الشفاط، ففي سلك الشفاط مدعم في الكتله. ده صوت السكوتر. طبعا صوت السكوتر جميل جدا وهادي وناعم، وطبعا هيمشي مع باقي المواصلات، الدروس، الموظفين، الحاجات دي هتبقى حاجه جميله. ولكن زي ما قلت لحضرتك كده، ان شاء الله التعديل ده لو توافق عليه او اتعمل ان شاء الله هينال اعجاب ناس كتير جدا. بل مش عايز اقول لك، يعني 95% من اللي معاهم موتوسيكلات خاصه بالمواصلات والسفر والكلام ده هياخدوا الموتوسيكل، خصوصا الجماعه اللي هم الايه، اللي ما بيحبوش الجري كتير، هيبقى كويس جدا بالنسبه ليهم. ده كده تعالى بقى ايه اللي نطلع على الطريق ونشوف السكوتر عامل ايه. وقبل ما نطلع انا بقول لك، زي ما حضرتك فرامل باكن امامي وعاده خلفي.
تمام. يعني النظام بتاعه، الستايل بتاعه، التقفيل بتاعه سهل وجميل. العداد الانوار بتاعته زي ما حضرتك شايف، ادي المارش اهو. ايدي التانية انا ماسك بيها التليفون، مفيش كوبرياج، انا كل الموضوع كده غيار وزودت. انا مدي غيار المكنه دايره وواقفه، طول ما انا ما زودتش دايره وواقفه صلانسيه زيها زي السكوتر بالظبط. تمام. بعد كده انا طلعت زودت ايدي التاني عشان ازود السرعه، التالت ازود السرعه اكتر، ما شاء الله عامل زي النحله على الطريق. فبجد تجربه جميله جدا، ويعني تقدم كويس من شركه فيجوري او من اصدارات فيجوري. وبرضه اللي جاي ان شاء الله هيبقى هنشوف. انا دايما بقول طول ما المنافسه بين الشركات والاصدارات، يعني الشركات والبراندات في السوق كتير، ده مصلحه. يعني اول كنا واقفين على 3-4 شركات هم اللي منزلين، فما كانش قدامك ال 3-4 منتجات ومفيش امكانيات اصلا. دلوقتي على كله بينافس، انا عايز انزل كذا كذا عشان اكل السوق عشان اعمل، فكل ده فايده. المهم يكون بجوده وخامه، وفي الاخر ينزل لها قطع غيار، لان اهم حاجه خدمه ما بعد البيع دي اللي بتوقف او اللي بيقف عليها المنتج نفسه، هيتباع ولا مش هيتباع. تمام. فالمكنه زي ما حضرتك شايف انا ماشي على الطريق ان شاء الله ثابته وجميله وسريعه في نفس الوقت، خفيفه. تمام. وبايد واحده، اللي مش موضوع بايد واحده لا، بايد واحده ان ايه، زي السكوتر تزويد بس، وفي نفس الوقت بتحكم في سرعتي، مفيش فيها غلطه. ليه؟ لان في معايا غيارات. ده كده حاجه بسيطه جدا عن السكوتر. اي طبعا تفاصيل، او لو حبيت انقل لك الفكره كامله بتاعه المحرك وكل شيء عنه، تحت امر معاك. طبعا حتى الصوت بعد ما مشينا بيه ما شاء الله، احنا طبعا ما مشيناش. برضو الركوب، الرجل كويسه، الظهر كويس، يعني حتى وانت راكب عليه برضو ظهرك مظبوط، مش ان ظهرك محمي. الكرسي بتاع الشلتة تاخد 2 مرتاحه جدا، لو حتى برضو حابب تحط شنطه وراك في شبكه خلفيه. فطبعا الستايل بتاعه والشكل والكلام ده. السعر تقريبا هيبقى في حدود مثلا 16.5 تقريبا، يعني ده السعر الرسمي. ممكن هيزيد 500 الى 500، لكن هو في السعر ده. فهيبقى في الستايل والتسعيره ديت والامكانيات اللي احنا شايفينها. عايز ننزل انزل، مش عايز يعني ننزل عادي انت عايزه. غير كمان ان شاء الله هنتكلم في التعديل ده، بس ايه المره الجايه تصور يا شيخ بس يتوافق عليه ولا لا. لو حصل لا، لو عايز ضربه قويه جدا 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 للسوق المصري، لان ناس كتير جدا هتفرح بيها. ما ننساش الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الاعجاب والتعليق. دمتم في امان الله، السلام عليكم.